الأندومي من الأكلات السهلة والسريعة واللذيذة اللي كلنا بنحبه وبنموت فيه، ما تيجوا بقى ندلعه ونعمله بطريقة مختلفة بطعم لذيذ جدا. ويلا بينا نبدأ بالطريقة على طول. أول حاجة هنجيب طاسة على النار هننزل فيها بشوية من الزيت ومعلقة من التوم المفروم، وهنشوح التوم كويس لغاية لما يصفر معانا، وهننزل عليه معلقة كبيرة من الصلصة وهنشوحها كده مع التوم، وهننزل عليهم بربع معلقة بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وربع معلقة من السكر. طبعا السكر ده علشان احنا حطينا صلصة فيضيع كده الحموضة بتاعة الصلصة. وهنزل عليهم بشوية من المية وهنسيبهم على النار لغاية لما يغلوا معانا، وهننزل عليه بالاندومي وبعد كده هنحط التوابل بتاعته وهنسيبه لغاية لما يستوي معانا. بس اهم حاجة كده نقلبه الاول وهنغطي عليه لغاية لما يستوي معانا. طبعا ما بياخدش 5 دقايق بيكون مستوي. وبعد كده نرش عليه رشة بسيطة كده من الشطة علشان تطعمه. وبكده الاندومي بتاعنا بقى جاهز معانا، وبألف هنا ليكم وعلى عيونكم يا رب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يملى بيتنا كلها خير.